حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. بعود الايام عليكم بخير يا رب العالمين. ان شاء الله فيديو النهارده وفيديو انا مبدراه شويه، بس حبيت ان انا اقول لكم للي حابب مثلا قبل نهايه اجازه نص السنه، اللي حابب يعمل مثلا وصفه حلوه من وصفات اللي انا هعملها النهارده في الفيديو بتاعنا. معانا اكتر من وصفه. من 2 كيلو دقيق هتطلعي اكتر وصفات ممكن تحتاجيها في عيد الفطر المبارك ان انت تعمليها. مبدئيا كده انا اول حاجه عملتها في الفيديو دوت الغريب. هنعمل في الفيديو دوت، تابعيني للنهايه. هنعمل الغريبه، بسكوت العيد، كحك العيد، البيجي فور، وهعمل كمان معاكم وصفات تانية جهزتها ان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. اول حاجه يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه في الغريبه هنستعمل 3 مكونات رئيسيه: دقيق، سكر، وكمان سمنه. بمنتهى السهوله والبساطه انا هعمل 2 كيلو دقيق، هطلع منهم اكتر من 5-6 وصفات. بس اول حاجه عملتها نخلت كل الدقيق اللي 2 كيلو موجودين معايا، نخلتهم وجهزت الملح والبيكنج باودر والخميره والسمسم والسكر. طبعا طحنت كيلو سكر كده وحطيته تحت ايدي عشان كل حاجه تبقى جاهزه وسهله بالنسبه لي. طبعا الميه في الحنفيه ما فيهاش مشكله، واللبن كمان جهزته عشان هنعمل مع بعض فايش الفران باكتر طريقه ممكن تعجبكم وطريقه سهله. تعالي بقى يلا نبدا نقول المكونات بتاعتنا. 2 كيلو 2 كوب قصدي الا ربع دقيق، ربع سكر ناعم، ربع كوب يعني، نص كوب سمن بارد، ومعلقه زيت صغيره لو احتاجناها. طبعا هنحط السمنه مع السكر لحد لما يديني الشكل الكريمي، ونبدا نضيف الدقيق واحده واحده. عندك ريحه سمنه بلدي حطي، وتحطيها في التلاجة ترتاح، وبعد كده تكوريها او تشكليها وتحطيها على فرن متوسط على الشبكه درجه حراره 180، وتتابعيها تدي اللون الذهبي من تحت تخرجيها. ادي طريقه الغريبه. دلوقتي بقى انا بعمل معاكم الوصفه التانية، هي وصفه البيجيفور. 2 كوبايه الا ربع دقيق، كوب الا ربع سمنه او زبده، معايا بيضه وصفار بيضه، ونص كوبايه سكر بودره. هبدا بقى استخدم اهو السكر بودره في الغريبه والبيجيفور، عشان كده قلتلك من البدايه جهزي حاجتك وخليها جنبك. رشه بيكنج باودر، وكمان هنبدا ننخل الدقيق اللي احنا نخلناه. اول حاجه فيها زي الغريبه هتضربي السكر مع السمنه، وبعد كده تنزلي بالبيضه وصفار البيضه، وبعد كده عندك اللهم صل على النبي، دي دايما بحط عليه الحاجات البيضه مع بعض او المواد الجافه مع بعض. كوبايتين الا ربع دقيق، عليهم نص كوبايه السكر. خلاص نص كوبايه سكر حطيتها مع السمنه، عليهم بيكنج باودر وكمان رشه الملح، وتبداي تنزلي بعد كده على المادتين دول مع بعض، الجافه مع السايله. اهو ادي انا هنا مضاعفه الكميه، يعني بدل ما بس انا دي طريقه الكوبايتين الا ربع دقيق، انا هنا ضفت الكميه لان احنا بنحب البيجيفور بصراحه شويه. حطيت 4 كوبايات من الدقيق. انا بصراحه عملتهم يعني على مرتين، حطيت كوبايتين الا ربع مع كوبايتين الا ربع تاني. خلاص كده، وبعد كده ضفت كوبايه الا ربع سمنه، وبعد كده كوبايه الا ربع سمنه عشان ما اتلخبطش، وحطيت مع بعض البيضتين وصفار بيضتين، وحطيت كوبايه من السكر البودره بدل نص كوبايه بس هنا، واقول لك مقدار الكوبايتين الا ربع دقيق. خلاص كده. طبعا الطريقه دي بال2 كيلو دي انا ما زودتش اي حاجه، يعني دي اللي احنا استخدمناه دوت 2 كيلو دقيق منخولين ومحطوطين على جنب، وباخد بالمج بتاع الشاي العادي وببدا اعاير بيه كل المكونات بتاعتنا. حطيت اهي الحاجات اللي انا ضربتها بردك، المواد اللي هي السمنه والسكر بتاعه البيجيفور والبيض بقوا عاملين زي الكريمه. هحطهم بقى على الدقيق وابدا الم، يعني انا ما بحطش واعجن، انا بلم، لان دي اسمها نواعم العيد او النواعم عامه. البيكنج باودر في ناس بتضيف له معلقه صغيره خالص مصحوبه من البيكنج باودر، في ناس ما بتعملهوش كده، بس انا بحب اديله حاجه بسيطه زي الملح كده بيكنج باودر عشان يديني هشاشان ويبقى كده هش وحلو. خلاص، دي بردك لو انت مش حابه تحطي مفيش مشكله. وطبعا بنستعمل مع البيض باكو او باكوين من الفانيليا. بصراحه عايزه اقول لكم على سر ان الفران كلهم بيحطوا الفانيليا دي حتى في القراقيش والحاجات الكحك، لان هي دي اللي بتدي الريحه
الريحه المميزه بتاعت الفران اللي احنا مش عارفينها. عايزه اقول لكم الفيديو ده والله يا جماعه، انا بعد ما خلصته خالص البرنامج وقف، وعايزه اقول لكم اخد مني كميه مجهود والله العظيم. بصوا ان شاء الله بس يكون عند حسن ظنكم ويعجبكم. متنسيش بقى تدعميني بلايك لو عجبك الفيديو واستفدتي منه. خلاص كده هجيب بقى بلبله او كيس حلواني. طبعا انا استقربت، واليوم دوت انا كنت عايزه اعمله بابسط طريقه عشان ما تكسليش وتقومي تنفذيه. جبت العادي راس البلبله، وبدات ان انا انزل كده بايدي واحده ورا واحده. عندك الاشكال اللي هو شكل البيديفور وكريم شانتيه، الاتنين يمشوا معاكي، وانا عملت بالاتنين اعطوني شكلين مختلفين اهو. واحده واحده كده بقى ايه بقى إيه؟ والله يا جماعه ان شاء الله سمي الله وصلي على رسول الله وصفي نيتك وتوكلي على الله وما تكسليش، وان شاء الله الحاجه تطلع معاكي حلوه وتعجبك. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله وبسيطه. انا جربت طرق كتير جدا جدا جدا، من الحاجات اللي انا بفشل فيها جدا الطريقه دي تاني مره او تالت مره اعملها. عايزه اقول لكم ان يعتبر اسهل وانجح طريقه. اول مره كلفته جدا، عملته ده بصوا يعني بيجيفور دوت بالسمنه، ما بقولكيش زبده. اول مره فعلا استعملت زبده واستعملت كاكاو، بس انا لقيتنا في البيت ما بنحبش الكاكاو، بنحبه بالفانيليا العادي ابيض، وانا كده كده بشكله بالشوكولاته. وكنت الاول كمان بغلط غلطه مش عايزاكم تقعوا فيها في التزيين بتاعه بالذات. لما تيجي تزينيه ما تلزقيش كل اتنين بالمربى، عشان المربى بتخليه طري، بتطريه. انت كده كده مسيحه طبعا عندك باكو شوكولاته. انا استعملت على الكميه ديت على هم 4 كوبايات يعني 3 كوبايات ونص دقيق دول، استعملت عليهم باكو شوكولاته. الشوكولاته دوت بالظبط حطيت عليه يعني بتاع اقل من ربع كوبايه زيت، يكون زيت حلو عشان ما يديش طعم للشوكولاته. بمسك الاتنين بعد ما بدخله مع درجه حراره 180 رف وسطاني واتابعه، لان طبعا نواعم العيد خلي بالك من تسويته جدا جدا جدا. بعد كده بعد ما بخرجه بسيبه، طبعا هو بينشف لو بيطلع هو وغريبه طريين مع الوقت في الهواء بينشفوا عشان تاخدي بالك. خلاص، بجيب الاتنين وبعيني كده ببدا اختار الاتنين اللي شبه بعض او قريبين لمقاس بعض، وببدا الزقهم كده بالشوكولاته، وبعد كده مره واحده من الحرف. عايزه بقى من الحرف تضيفي لهم شوكولاته ملبس جوز هند. جوز هند اللي هو الابيض او المتحمص سوداني مبشور او مطحون. فتفيت البيجيفور اللي انت عملتيها وطلعت منك من الصواني تحطيها فوق الشوكولاته، تحطي مكسرات اللي يعجبك. تزيين ده في ايدك، بس دي برضك طريقه انا ما بحبش ازين البيجيفور يكون في وسط ملزقه الاتنين مع بعض بالمربى، لان طبعا بيطريه ويخليه وحش جدا وتعبنا كله بيروح. الحاجه يا جماعه بتتكلف، فخلي بالكم منها. والتركات البسيطه السهله ديت اوعوا تقعوا فيها، وخليكم كده حذرين، وخليكي كده ست نصحه. وانا عايزه اقول لكم ان الواحد مش بيتعلم ببلاش، ودي بس يعني انا بديكوا فعلا النقط اللي انا وقعت فيها. وطبعا عينك عليه، لان انا حرقت حاجات كتير جدا وبوظت حاجات كتير، وكنت بزود البيكنج باودر بيطلع نافش وكبير جدا. خلي الحبايه بتاعتك وسط، لا هي صغيره قوي قوي ولا هي كبيره قوي. بصوا، هو عايز 1 2 3، هو معادله عملتيها طلع لك طريقه سهله. ما عملتهاش واستسهلتش زي المربى كده، طبعا انت المربى بتجيبي شويه ميه بتزوديها للمربى، او لو بتعمليها بالمربى على طول المربى مع الوقت لو هتشاف طبعا هتلاقيها عملت ميه، فبعيدي عنها. بصوا كده الطريقه دي سهله وبسيطه قد ايه بصراحه. الروايح دي بتبقى في البيت بركه وحب كده، وبتبقى كده بصوا خير من الاخر. يعني قومي اعملي لك كوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم كوبايه الا ربع سمنه او زبده بارده. اهم حاجه في الحاجات البيجيفور دي تكون بارده، وتحطي عليهم بيضه وصفار بيضه ونص كوبايه سكر بودره وبيكنج باودر، ولو معلقه ميه لو حابه لو احتجت لها. وعندك بلبله ولا اي حاجه اعملي الاشكال. شويه شوكولاته عندك باقيين من البيت حطيهم سخنيهم على الحمام ميه، وطلعي من تحت ايدك احلى بيديفور طبق كده حلو محترم. ممكن تجيبيه ب 120 ولا 140 جنيه على حسب المكان اللي انت بتجيبيه منه.
دخلي السرور عليكي وعلى اهلك، قومي اعمليه ما تكسليش. عايزه اقول لكم بقى ازاي بسيح الشوكولاته. بجيب بوله فيها ميه سخنه مغليه، لان الجو ساقع يا جماعه، خدوا بالكم ان الشوكولاته بتسيح والميه بتبقى وبتعمل بسرعه، وكمان ان الميه بتبرد، مع بروده الميه الشوكولاته بتتماسك من جديد. فانت بتجيبي القالب وتكسريه كده وتحطيه، وبتحطي له معلقه ورا معلقه من الزيت عشان طبعا تفك، وعشان تبقى كده ايه سايله لحد ما تزوديش الزيت عشان ما تبقاش زي قلتها، وتبقى خفيفه جدا. فدي حاجه. تاني حاجه عايزه اقول لكم ان الطبق دوت انا مثلا بسخن البراد او الكتل وبسيبه جنبي. حسيت ان الميه بردت في البوله، اروح مكباها وحاطه ميه غيرها، وهكذا لحد ما اخلص تزيين خالص. طبق تحت او بوله تحت، والطبق اللي فوق اللي فيه الشوكولاته بيبقى اسمه حمام ميه سخنه. خلاص كده. الوصفه التانية بقى وصفه ايه؟ هنشوف دلوقتي. ندخل بقى على وصفه الكحك. معايا 2 كوبايه الا ربع من الدقيق، كوبايه سمنه الا معلقتين، 3 معالق كبيره من السكر البودره، معلقتين سمسم، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الخميره. تمام كده. طيب طبعا كل دي اللي عندنا نخلناه. اول حاجه هنحط الكوبايتين الا ربع دقيق منخول زي مع الملح والبيكنج باودر، حطهم لي على جنب. وقبل ما تحطيهم على جنب حطي لي عليهم شويه سمسم كده متحمصين حلوين، ما تحرقهوش عشان السمسم طعمه بيبان جدا في الكحك. هنحط بعد كده، هنجيب كوبايه نحط فيها ربع كوبايه من الميه اللي اهي، وعليها الخميره، باكو خميره او شوفي الباكو كام جرام معاكي، بس الباكو الصغير خالص اللي هو ما يعادل معلقه صغيره من الخميره. لو كبير حطي معلقه عايري بالمعلقه احسن. وعليهم نص معلقه سكر، يبقى ربع كوبايه ميه عليهم معلقه صغيره من الخميره ونص معلقه صغيره من السكر. احنا كده كده 3 معالق سكر دول على جنب. بوله بقى تانية هنحط فيها السكر والسمنه ونضربهم بالمضرب. تمام كده. طبعا هنا بقى ممكن تضيفي ريحه السمنه، ممكن تضيفي الفانيليا، ممكن تضيفي روايح الكحك نفسها، المحلب، الحاجات اللي انت بتحبيها. السمنه انا بعمله سمن بارد، مش بقدحه ولا بسخنه. خلاص كده. طيب اسيبه يرتاح ويتخمر شويه صغيرين كده، وارجع له تاني. نبدا كده بعد ما لميناه، انا ببدا اعجن اهو قدامكم. الكحك بقى عجنيه اعجني براحتك. اما النواعم العيد اللي هي البسكوت والبيديفور والغريبه، دول العجينه بتاعتهم بتتلم ما فيهاش عجن. خلاص كده. متفقين. اللي فيه عجن شويه الكحك، القراقيش، الحاجات اللي هي التانية بقى. لكن نواعم العيد التلاتة، البيديفور، الغريبه، البسكوت، ما فيهمش عجن. العجينه او المكونات بتاعتهم بتتلم بايدك كده. تمام. في مشكله؟ يبقى معايا في الكحك دلوقتي كوبايتين الا ربع دقيق، كوبايه سمنه الا معلقتين، 3 معالق كبيره سكر بودره، معلقتين سمسم، نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه صغيره نفس المعلقه خميره وفانيليا. دخلنا الدقيق، حطينا عليه الملح والبيكنج باودر والسمسم المتحمص اللي حمصناه بدون زيت، ربع كوبايه ميه على خميره، نص معلقه سكر، وضربنا السكر والسمنه بالمضرب والفانيليا. عايزه اقول لكم الطريقه دي انا عرفتها من ربنا يخليها، واحده كنت متابعاها بصراحه، جزاها الله عنا كل خير. ربنا يكرمك يا رب ويجازيكي كل خير بصراحه. انا عايزه اقول لكم كل الوصفات كانت، بصوا مفيش وصفه عملتها للكحك ونجحت معايا. والله العظيم يا جماعه مش عيب ان الواحد يفشل، بس العيب الاستمرار في الفشل. انتوا عارفين ان انا لحد دلوقتي انا بكتب الوصفه وبرجع لها. انا من النوع ما اعرفش اعمل حاجه يعني افتكرها في ساعتها، بعد شويه خلاص نسيتها. التريكات بتاعتها البسيطه دي بتتوه مني، ما بعرفش. فانتوا اعملوا كده حاجه ورقه واكتبوا فيها وقوموا نفذوها. تذكرتوها خلاص مفيش مشكله، بس الورقه دي ما ترميهاش، لان ممكن تكون مرجع ليكي وتفيدك بعد كده. خلاص كده. ادي اهو شكلته دواير. كنت جايبه معاكم في الفيديو اللي فات اللي قبل دوت، كنت جايبه من كازيون كيس بندق، كان عامل 45 جنيه كان عرض.
او 50 جنيه، مش متذكرة. وجبت باكو ملبن، او حتة ملبن كده صغيرة، وحطيت فيها حتة سمنة ودعكتهم في بعض وعملتها حشوة للكحك. تمام كده، تمام كده، متفقين مفيش اي مشكلة. تعالي بقى اقولك على الوصفة اللي بعدها. الوصفة اللي بعدها هي وصفة البسكوت. معايا كوبايتين دقيق، 2 كوب بقى المرة دي دقيق، ربع كوباية سكر بودرة، ربع كوباية سمنة على زيت. عندنا بصوا بقى، معلش انا قلت لكم كوبايتين دي، لا كوبايتين الا ربع برضو. خلاص، كوبايتين الا ربع، كله كوبايتين الا ربع. خلاص، ربع كوباية سكر بودرة، ربع كوباية سمنة على زيت، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص فنجان مية، ومعلقة كبيرة من جوز الهند، ورشة فانيليا. هبدأ احط طبعا الدقيق على الملح على البيكنج باودر، رشة ملح طبعا، والسمنة والزيت والسكر وطبعا معانا بيضة، وكل ده بضربه مع بعض لحد ما يبقى لونه كريمي. هنزل بالبيضة، وهنزل بشوية صغيرين مية، ومعايا جوز الهند لو حابة تضيفيه. طيب، في البسكوت بقى هتدهني لي الصينية بتاعتك زيت، عشان ايه ما يلزقش ويمسك في بعضه. خلاص، دي طريقة البسكوت. 2 كوباية دقيق، ربع كوباية سكر بودرة، 2 كوباية دقيق الا ربع كوباية سكر بودرة، ربع كوباية سمنة على زيت، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس منيها على الاخر. خلاص، معلقة كبيرة من الجوز الهند، رشة فانيليا، ومعاكي شوية مية صغيرين للم العجين. معايا بقى الموس دوت المشرشر من فوق، والناحية التانية اللي تحت هي اللي ايه، اللي ساده. هتحاولي واحد مره، في التانية ما عندكيش اعملي بالمكنه اليد، وما عندكيش عندك مكنه الكهرباء اعملي بيها، ما عندكيش لا ده ولا ده اعملي بالقمع دوت زي ما انا بعمل كده. خلاص، هنا سويت الكحك وسويتهم كلهم على درجه حراره 180 على الوسط. عملنا القرقيش والفايش والبيجيفور والغريبه والكحك وكمان البسكوت. طب القرقيش دي عملتها ازاي؟ عملتها بدقيق، انا زودت فيها لان انا جبت العجوه فقلت اعمل على قد العجوه. خلاص، انا بوريكم هنا كده الحاجه مخرفشه كده وحلوه بصراحه. يعني اعملوا الطريقه دي في كميه صغيره، جربوها، عجبتكم اعملوا اكتر، ما عجبتكمش خلاص، بس انا واثقه ان شاء الله تنول اعجابكم. القراقيش طبعا بتاخد سمسم زي الكحك. انا ما بحبش احمصه قوي، يعني بصوا ابيض، هو لو لاحظتوا ابيض. جبت طبعا المحلب، اول ما عندكيش شمر حطي، بتحطيهم على الدقيق، وبتحطي عليهم بيكنج باودر معلقه صغيره، وكوبايه خميره، كوبايه فيها ميه دافيه عليها معلقه سكر، وبتحطي الخميره بتاعتك، وبتجيبي الزيت، كوبايه زيت على سمنه، وبتحطي فيه وبتبداي تضربيه. خلاص كده، ويكون معاكي شويه ميه دافيين، وتعجنيها عجنه عاديه خالص خالص، ما فيهاش اي مشكله. والفايش دوت اللي هو دوت عملته بنفس الطريقه، بس حطيت اللون الاصفر، ما حطيتش كركم طبعا، وسبته يتحمص في الفرن عشان يبقى مقرمش، وعشان يكون كده ايه، واخد الكريسبي. عملته على 3 قرصات كبار، وقطعته بعد ما طلع، دي التسويه الاولى. طلع طبعا طري، رحت مقطعاه مدخلاه، شغلت عليه تاني، احتاج ان انا اشغل عليه تاني اسويه اكتر. وبعد كده شغلت عليه الشوايه وسبته يتحمص، وطفيت الفرن وسبته جواه. تاني يوم شلته من الفرن، دلوقتي انا بشيله من الصينيه تاني يوم. خلاص كده. طيب، دي الطريقه السهله البسيطه اللي ممكن تعمليها بمنتهى البساطه. القراقيش والفايش دوت، ده تقليد فايش الاصلي، ده مش الاصلي خالص. احتاجنا دقيق، خميره، سكر، طبعا بنحط سكر، بيكنج باودر معلقه صغيره، محلب، وسمسم للقراقيش. اما الفايش دوت ما بيحتاجش لا محلب ولا سمسم. هنا في القراقيش نص كيلو عليه كوبايه، فاهمين؟ ده المقدار اللي انا عملته. كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من السمنه. ممكن تقللي مفيش مشكله. خلاص، طب انا بوريكم هنا طبعا الشكل عامل ازاي، وبجرب معاكم واحده.
والغريبه انا شكلتها كان عندي كده قلوب زي حلويات كده، رحت مشكلاها لان هي اصلا بتاخد اللي هي الحاجات اللي ممكن تحطي فيها لوز. لو ما عندكيش حطي فيها اي حاجه ما يكونش فيها لون، يعني ما تجيبليش مثلا القلوب دي كانت ملونه بس انا اخترت يعني ابيض، وطلعت معايا كام واحده كده ملونين، شايفينها اهي. بصوا بقى، دي هنا القرقيش بحاول اوريها لكم، وبرده الفيش. فيديو النهارده كده خلص حبايبي، ما تنسوش لايك جميل منكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا لو بالقليل.